عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملة ايه يا بنتي يا بخاسة منك ليه؟ وحسيتيني يا بنتي يا قصة منك ليه؟ بس انا يعني حدش يسأل عليا ليه؟ ها؟ انا كنت تعبانة وبقالي فترة في المستشفى، يعني ما حدش يسأل عليا ليه؟ ما حدش يكلف الخطلة ويجي ليه يخبط الباب كده تيكي 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 يلن الجرس ليه؟ طب بلاش يجيلي ويلن الجرس، حدش يكلف الخطلة ويلن عليا في التليفون ليه؟ ها؟ يعني افرضي انا مت بعد الصلي، يعني ان شاء الله اللي يكرهني، افرضي انا جرالي حاجه ما حدش يسال عليا؟ لا والله العظيم انا زعلانه، انا زعلانه اقسم بالله، زعلانه منكم زعل جامد. الناس ياما خالص ياما خالص بصراحه ان هم يعني سالوا عليا في الكومنتات، سالوا عليا وقالوا لي يا ستي فتاتات انتي وحشتينا، بس برضه ما يكفينيش، لازم ان هم يجوا يخبطوا عليا ويسالوا عليا. بس يلا بقى عفى الله عما سلف. بس انا يعني لو غبت تاني، يعني لو في خيبه تاني بعد الصلي، يعني اسالوا عليا يا ولاد، يا ولاد اسالوا عليا واطمنوا عليا ان شاء الله، حتى يعني بكفه اي حاجه يا دي الدبانه اللي بتلوح وتيجي تلوح وتيجي معايا في طول الفيديوهات، يعني مش عارفه الدبانة دي يعني. طب هقول لكم حاجة بالنسبة للدبانة دي، عملت في البت بخاسة موقف وحش خالص، للناس تاخد بالها من الدبان، ما تهزيش دي كمان، ما الناس تاخد بالها من الدبان. مرة البت بخاسة بيتي أمك على بيت سنينك، البت بخاسة في مرة قمت نرفزتني دامت، فقمت عليها ضربتها بالسبسي، بس ضربتها، المهم ضربتها زي ما قلت له كده ضربتها، فالبنت بخاسه طلع عندها دم، قعدت تعيط 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 وتعمل كده ليه ماما ضربتني، ليه ماما ضربتني، وتعمل عينيها كده دم كده دم. المهم لقيت حاجة سمرة كده طالعة من عينيه، نسيت حاجة سمرة طالعة من عينيه، أتالي البت بغاسة وهي في الدرس الصبح كانت الدبانة خبطت كده في عينيه. ده أنا عرفت الكلام ده متأخر، بس البت بغاسة ما بيفليش معاها الكلام ده، فأنا قالت ليسي. المهم حاجة سمرة طلعت من عينيه، شوفي سبحان الله، يعني قلب الام ده سبحان الله، سبحانك يا رب. ايه المنديل ده؟ ايه ده؟ قلب الام ده سبحان الله والله. يا بنت ارفعي الكاميرا شويه يا بنت. اننا نضرب البنت بغاسه والحق وتعيط العياط ده، وبعد العياط بصوا عايز تعمل دبي في عيني، شوفوا، وبعد العياط يا بنت عدلي الكاميرا تيتي ايوه تيتي. المهم استنوا بقى نرجع لموضوعنا. وبعد العياط ده كله البت بغاسه، لا يا مريم، البت بغاسه بعد العياط ده كله تنزل البتاع ده من عينيها، وبعد ما نزلت البتاع ده من عينيها قالت لي يا ماما اصل الدبانه عملت دبي في عيني. والله العظيم زي ما بنقول له كده حصل، والله زي ما بنقول كده ده حصل. شوفوا سبحان الله قلب الام اننا نضرب البت بغاسه وتعيط، يعني الام لما تيجي تضرب الدمى كده اكيد بيبقى في حاجه، يعني اكيد ما تفكروش بقى ان الام غضبانه عليه او لا، انا ضربتها عشان البيبي بتاع الدبانه يطلع. المهم والله العظيم انا مش عارفه انا رحت في موضوع، بس يا ولد امال نطتي تخرب بيتك على بيت سنينه. المهم انا رحت في موضوع تاني، ارجع للموضوع. انا يا ولاد كنت تعبانه خالص، المفروض انتوا كنتوا تسالوا عليا، انا بقالي اسبوعين تقريبا ما بنزلش فيديو واحد حتى مش بنزله، يبقى اكيد الست فتاتات ده ما بيعرفش يسكت خالص، يبقى اكيد الست فتاتات بتعمل عمليه جراحيه في الفم، حاجه بقى جميله خالص، حاجه يعني تحفه. مش انا شغلت السفايق، انتوا مش شايفين ان انا شغلت السفايق؟ ده بقى سبب الغياب بتاعي، دي بقى الموضوع اللي انا اتكلم عليه، ان انا شغلت السفايف بتاعتي وعملتها كده جميله كده. المهم انا طبعا اقول لكم ان انتم يعني انا كنت متعصبه منكم، والله العظيم كنت طالعه
هقول لكم والله العظيم ان انتوا وحشتوني خالص، فطلع لكم بالفيديو الجميل ده ان انا يعني بصبح ولا بمسي ولا اخر النهار، يعني بقول لكم ازيكم عاملين ايه، يعني حاجه كده يعني إيه داخله كده للفيديوهات. اصل انا داخله لكم بفيديوهاتي جامده خالص، فيديوهات ما يا بغبة يا بنتي يا بغبة يا جيزة يا بنت بغبة لابسه الطرحه عملها والله العظيم بتعمل لي كده. بصوا طب تعالى يا بنت يا بغبة، تعالى يا بنت يا بغبة، والله العظيم لابسه الطرحه دي. طيب بنت بغبة بس عايزه تتحجب يا ولاد، نحجبها اللي لابسه الطرحه بس يا ولد. سيبني اكلم الفانسي بتاعي. خلب بيتك على بيت قولة امك، قولة امك كده عريضه تيجي. شايفين القولة بتاعتي عريضه ازاي؟ يا لهوي يا سواد السواد، يعني فضحت نفسي. حدش يقول لحد، اوعى حد يقول لحد ان انا قلت عريضه. اوعى هديله بالسيب على قولته، بالسيب على قولته. ان شاء الله هنعمل عمليه تكميم، وان شاء الله هنبقى زي الفل باذن الله. عمليه تكميم باذن الله. مش عارفه نحضر الافكار. استغفر الله العظيم يا رب، يا رب استغفر الله العظيم. تعبت يا رب من عيال. انا جاي نشتكي لكم بقى بمناسبه العيال. البت مريم والبت بغاثه نائل ونقيل، ومش عارفه نعمل ايه. والولا ياسين يعني كانه المفعوص ده بتاعهم ده، انا مش عارفه نعمل معاه ايه. بس يا ولا انزل يا ولا، ما انت ينزل عالي يا ولا. هل انت فرحان بنفسك كده؟ يخرب بيتك على بيت سنين قولت امك. ده فرحان بنفسه خالص وطلع فرحان بنفسك. يا اختي حلوه، يا اختي جميله. يلا بقى عشان ما نطولش عليكم، استنوني بقى في الفيديوهات القادمه. ده انا هكسر الدنيا في الفيديوهات القادمه، وعندي افكار. يا لهوي يا لهوي، ده انا عندي، انا مش عارفه والله، انا عماله الم اشيائي كده وكده مش عارفه. المهم عندي افكار جديده وافكار جميله خالص وحاجات بقى يعني انا بقى هنزل لكم بيها، وهنزل بالورق الحائط كده بيه، لان انتوا هتنبهروا بيها اقسم يا ابني. ده دخل مناخيره في شاسي، يا نهار اسود ومنيل على سنين الثواني يعني. المناخير دخلت. تعالى يا اخويا ولي نفسك لله، تعالى. مش هيتفرجوا على الفيديو لو انت طلعت. الناس عايزين السيتي فتاتات. يا لهوتي السوادياني. المهم اشوفكم بقى في الفيديوهات القادمه يا بنتي يا جثه هتوحشيني. بكره بقى هننزل لكم فيديو جديد كده، استنوني بقى الفيديوهات القادمه كده. يا نهار اسود ومنيل، وانا وشي عامل زي الدايله كده ليه؟ والله دايله. يا رب الفيديوهات بتاعتي تعجبكم، واحلى مسا عليكم يا احلى فانز، واحلى صباح عليكم يا احلى فانز. يلا الزلومه يا بيه.